السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. نرحب بكم كامل في القناه. اليوم جيتكم بوصفه جديده، وصفه فطائر في الفرن بالسلق. راح يجوا من اروع ما يكون فطائر السلق او خبيزات السلق كما حبيتوا سموهم، او مملحات بالسلق. راح يجونا تحفه هاد المملحات او هاد الخبيزات بدون اي نوع تاع لحوم، بدون طونه، وراح يجوكم يهبلوا في البنه ما شاء الله عليهم. تقدروا تضيفوا لهم لحوم، تقدروا تضيفوا لهم الطونه كيما حبيتوا. الله بينا نحضروا اروع فطائر السلق بدون لحوم بمكونات جد اقتصاديه كالعاده، كما عودتكم دائما، خفيفه على الجيب خفيفه على القلب، واكدوا لي على البنه. نروح للوصفه مباشره. نحتاج كوب ونصف من الماء الدافي. اللي ما حبش تحضر كميه كبيره تستعمل كوب فقط من الماء الدافي. راح نحتاج ملعقتين، ولا نضيف ملعقتين كبيرتين من حليب الغبره اللي هو اللحظه للبنات. تقدروا تعوضوا اللحظه ولا الماء بالحليب اكيد. نضيف ملعقه كبيره من السكر، نضيف عليهم ملعقه كبيره من خميره الخبز اللي هي الخميره الفوريه، ملعقه كبيره تكون مملوءه جيدا. وراح نضيف عليهم ملعقه ونصف كبيره من الزبده او المارغرين، ملعقه كبيره ونصف من المارغرين او الزبده. راح تعطينا واحد الطراوه، واحد القوام العجين ديالنا تحفه البنات. نبدا نضيف في الدقيق الابيض بالتدريج. ضفت كوبين من الدقيق الابيض، وضفت عليهم نصف كيس خميره الحلوى وزن 10 غرام، يعني حطيت 5 غرام. ضفت عليهم نصف ملعقه كبيره ملح، اكيد ما نسوش الملح. ونخلط الخليط ديالي وراني نجمع في نفس الوقت. ضفت الكوب الثالث، وكل وحده شحال تاخذ لها كميه الدقيق الابيض او الفارينه على حسب نوعيه الدقيق الابيض ديالكم البنات. راني نوريكم بلي مازالت بزاف طريه. راح نضيف كميه من الدقيق الابيض. لازم تحصلوا على عجينه تكون طريه وتلتصق قليلا في اليد. دوك تشاهدوا القوام ديالها كيفاش لازم يكون. هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه، يعني تبدا تنجمع لكن مازالها تلتصق قليلا في اليد. وريت لكم شحال خدات لي من الكوب الرابع، خدات لي ربع كوب فقط، لكن نتوما روحوا بالتدريج، ماشي شرط تاخذ لكم 3 اكواب وربع. شوفوا القوام كيفاش يكون يلتصق في اليد والطري البنات. العجينه راهي طريه باش يجيكم او تجيكم الفطائر ديالكم خفاف بالبزاف. راح ندهنها بكميه من الزيت ونغطي عليها ونخليها تختمر حتى يضاعف الحجم ديالها. هنا خليتها حتى اختمرت، ضاعف الحجم ديالها. البنات اكدوا لي على طراوه العجينه وانها تلتصق في اليد باش يجيكم قلنا الخبز ديالكم ولا الفطائر ديالكم يجوا خفاف بالبزاف كما جاوني انا. جاوني بزاف خفاف وبزاف حشيشين البنات، مقطنين ولا اروع. نرش كميه من الدقيق الابيض في صينيه، لازم نستعملوا صينيه اللي تدخل للفرن. وراح نشكل كويرات. انا جاوني 10 كويرات البنات، حطيت 6 في صينيه وحدهم والباقي حطيته في صينيه اخرى. نشكلوا كويرات يكونوا متوسطين، يعني تقريبا صغار، ما راهمش صغار، متوسطين في الحجم ديالهم. نتوما على حسب الصينيه ديالكم البنات باش ما يسقلكمش كي تمروا وكي يطيبوا لكم في الفرن. الحجم ديالهم تقريبا بحجم كريات اللي نشكلوهم الخبز البرجر. غطيتهم وخليتهم يختمروا للمره الثانيه حتى يضاعف الحجم ديالهم باش يجونا خفاف ايضا. نروحوا للحشو ديالنا. حطينا كميه من الزيت في مقلاة، وحطينا حبه بصل تكون كبيره مقطعه مربعات صغيره كما راكم تشاهدوا، وحطينا كميه من الزيتون الاخضر المقطع. عندك الاسود استعملي الاسود، ما كاين حتى مشكل. الزيتون يعطينا بنه هايله. وكميه من الحار مقطع، يكون مقطع. البنات الفلفل الحار تحبوا تحطوه، تحبوا ما تحطوش كما حبيتوا، لكن يضيف بنه رائعه للحشو ديالكم. تقدروا تستعملوا الحار اللي ما يحرقش بزاف. نقلي جيدا المكونات ديالي حتى يدبل هذاك البصل ويدبل لنا الفلفل الحار. نضيف عليهم السلق اللي كنت غليته من قبل ولا فورته، لكن ما تخلوش يفور مده طويله ولا يغلي مده طويله. نضيف عليهم فصين تاع ثوم والزنجبيل، راس الحانوت وفلفل اسود.
والتوابل تحطوا اللي حبيتو البنات. انا حبيت نحط هاد التوابل ولكم الاختيار، تحطوا توابل اللي تفضلوهم. ضفت قطرات من الماء باش ما يتحرقليش الحشو ديالي، وضفت عليهم مكعب دجاج. تقدروا تستغناو على المكعب تاع الدجاج وتضيفوا الملح. نروح نحضروا الصلصه البيضاء اللي حطينا فيها كوب ونصف من الحليب، حطينا فيها ملعقه تكون بومبي تكون هرميه مملوءه جيدا من الدقيق الابيض، وضفنا عليهم الملح وايضا الجبن الطري. نخلطوا جيدا ونحطوهم على النار قليله حتى يغلي البنات. راح تجيكم خفيفه هاد الصلصه، وهذا هو الهدف ديالي، لازم تجينا صلصه خفيفه باش ما تجيش ثقيله المملحه ديالنا. ذوقوا الملح تاع الصلصه ديالكم اكيد بعد ما تغلي، اذا خصها ضيفوا لها. نروحوا للعجين ديالنا او الخبيزات ديالنا بعد ما اختمروا جيدا نضاعف الحجم ديالهم. راح نجيبوا كميه من الدقيق الابيض نرشوها من الاعلى ونضغطوا بكوب كما راكم تشاهدوا في الوسط باش نعملوا هذيك الحفره اللي نحطوا فيها الحشو ديالنا. يعني الفيديو راه واضح طريقه العمل. نجيب هذاك السلق ديالي بعد ما تقلى وطاب لي جيدا، وذوقت الملح ديالو اكيد. اللي حابه تضيف دجاج مرحي او لحم مرحي ضيفوا مع البصل والزيتون والحار كيكونوا يتقلاو. هنا بعد ما حطيت كميه تاع الحشو ديالي نقدروا نضيفوا الطونه من الفوق. انا ما حبيتش نضيف لا طونه لا لحوم، ونضيف هذيك الصلصه اللي كنت حضرتها. البنات الصلصه راح تجيكم خفيفه عادي، انا حبيتها خفيفه ما حبيتهاش ثقيله تقهم. تقدروا تضيفوا جبن مبشور او تستغناو عليه، يعني هذيك الصلصه اللي حضرناها بالجبن تكفي. انا كان عندي الجبن مبشور ضفت من الاعلى، يزيدني بنه على بنه اكيد. كما راكم تشاهدوا خلينا جوانب تاع العجينه ديالنا منفخين، يعني يعطونا شكل شباب. تقدروا تحطوا في هذوك الجوانب تاع الخبيزات ديالنا ولا الفطائر ديالنا عفوا كميه من الحليب، يعني تدهنوهم بالماء وبالحليب وتحطوا جلجلان ولا سانوج كيما حبيتوا، ولا تقدروا تخلوهم كيما خليتهم انا، يعني عجينه وحدها. دخلتهم للفرن بنات على درجه متوسطه، كل وحده والفرن ديالها، كل وحده تعرف الفرن ديالها. المهم ما تحرقوش الفطائر ديالكم، تنتبهوا لهم. هذه هي الوصفه ديالنا تاع اليوم. تقدروا تطيبوهم كيما طيبوا البيتزا، لكن يعني تنتبهوا ليهم ولا تعسوهم ما تخلوهمش يتحرقوا البنات. هذه هي الوصفه ديالنا تاع اليوم، جات ما شاء الله. حمرناها من اسفل وحمرناها من الاعلى. ترافقوا بهم وجباتكم، يعني مع ينسوب ولا العدس ولا اللي حبيتوا ولا شريبه، راح يجوكم تحفه. ولا تقدروا تحضروهم وحدهم كوجبه عشاء او وجبه غداء. هذه هي الوصفه ديالنا تاع اليوم، نتمنى تجربوها. خبز ديالنا جا قطني البنات كما شاهدتوا، لانه خليناه اختمر المره الثانيه، والاطراف ولا هذوك الجوانب ما خرجنا لهمش الهواء، يعني عملنا حفره في الوسط فقط، وهذوك الجوانب ما نمسوهمش كامل، ما نخرجوا لهمش الهواء ولا هذاك الاختمار اللي اختمروه. وهذه هي الوصفه ديالنا. نتمنى جربوها وترسلوا تطبيقاتكم على الانستغرام ديالي اللي هو طياب سهل، نرحب بكم كامل فيه. صوره الصفحه ديالي فيها مقروط، وايضا تشاركوا الفيديوهات مع الاصدقاء والاحباب والاقارب لتعم الفائده. شوفوا هذاك الخبز كيفاش جا هشيش رطب خفيف ما شاء الله. شوفوا الخفه ديالو جات تحفه البنات، لانه العجينه خليناها طريه وتلتصق في اليد. وايضا خمرنا العجينه ديالنا مرتين كما شاهدتوا معايا. هذه هي الوصفه ديالنا تاع اليوم. نقول لكم تهلاو في روحكم بصحتكم ومع السلامه.